السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي عاملين ايه؟ وحشتوني. حلقة النهارده هنكمل فيها حكاية الحرب العالمية التانية من أول ما الحرب بدأت لحد ما الحرب انتهت. لو أنت أول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ. فجر 1 سبتمبر سنة 1939 كانت أول قذيفة مدفع تتضرب على بولندا في وسط البلاد، وجنود الفيرماخت اللي هو المفروض الجيش الألماني واقفين مستنيين في صمت لحد ما يشوفوا الدخان وهو بيطلع. وأول رصاصة في الحرب العالمية الثانية رسميا اتضربت. القوات الألمانية دخلت بولندا بأسلوب جديد ما كانش في جيش قبل كده استخدمه، اللي هو البليتزكريج أو حرب البرد، علشان القوات الجوية لوفتوافا تبدأ تضرب وتقصف المدن والمطارات، وبعدها على طول تبدأ دبابات البنزر تخترق الخطوط الأمامية بسرعة كبيرة، والمشاة تدخل وراهم على طول عشان يسيطروا على الأرض سيطرة تامة. وببساطة كانت دي خطة مرعبة محدش توقعها أبدا في الوقت اللي هم فيه، علشان في خلال أسبوعين بس الجيش البولندي ينهار. بس المفاجأة الكبيرة كانت في 17 سبتمبر سنة 1939 لما الاتحاد السوفيتي قرر يدخل بجيشه من الشرق. لو فاكرين معايا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت إن هتلر عمل اتفاقية مع ستالين اللي هي مولوتوف وريبنتروب، والاتفاقية دي كان فيها بند صغير خالص ما كانش حد واخد باله منه، ان لما هتلر يدخل بجيشه على بولندا هو ياخد نص بولندا وستالين ياخد النص التاني، علشان في 6 اكتوبر بولندا تعلن استسلامها، وفي 3 سبتمبر رسميا بريطانيا وفرنسا بيعلنوا الحرب على المانيا، بس من غير اي تحرك فعلي، والناس بعد كده سموها بالحرب الزائفه. من الاخر حرب على الورق بس، لان كل الجبهات دي كانت هاديه خالص وكله كان مستني اللي هيتحرك الاول. وفضل الوضع ده موجود لحد ابريل 1940. المانيا هجمت على الدنمارك والنرويج الاثنين في يوم واحد، علشان هتلر يضمن الموانئ الشماليه ومصادر الحديد اللي جايه من السويد، علشان في ايام بسيطه هتلر يقدر يحتل الدولتين. وبعدها في 10 مايو 1940 يبدا هتلر تحركه ناحيه اوروبا الغربيه زي بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ. بس في الناحيه الثانيه في نفس اليوم بريطانيا عملت حركه يعتبر هي اللي كسبتها الحرب اساسا، والحركه دي كانت ان هم غيروا رئيس الوزراء بتاعهم وجابوا وينستون تشرشل بدل تشامبرلين، وكانوا شايفين ان سبب تمادي الالمان ودخولهم في الحرب كان بسبب ان تشامبرلين كان بيحاول يراضي الدنيا. بعد تخطي الفتره دي بدا الالمان يركزوا انتباههم كله على فرنسا، والجيوش الفرنسيه اللي كانت متحصنه بخط دفاع قوي اللي هو خط ماجنو كانوا فاكرين ان الدنيا كده تمام وهم في امان. بس هتلر كان اذكى منهم وخلى القوات بتاعته تلف حواليهم من غابه القرد اللي محدش كان متخيل ان في دبابات تقدر تعدي بيها من الغابه دي. ومن هنا كانت الكارثه الكبيره، في خلال اسابيع بسيطه الجيش الفرنسي اتقسم نصين، والمدن بدأت تقع واحدة ورا التانية لحد يوم 14 يونيو لما الألمان دخلوا باريس من غير أي مقاومة تذكر. وصورة هتلر وهو بيتمشى تحت برج إيفل كانت صدمة للعالم كله، علشان بعدها بكام يوم بس في 22 يونيو فرنسا تعلن استسلامها رسميا. ودلوقتي أوروبا الغربية تقريبا كلها في إيد هتلر والألمان، ما عدا جزيرة صغيرة قوي في الشمال، والجزيرة دي هي بريطانيا. وكانت الخطوة اللي جاية عند هتلر من غزوها هي عملية أسد البحر، علشان في 10 يوليو 1940 هتلر يأمر اللوفتفافا انه يبدأ حملة قصف كبيرة جدا على بريطانيا، وكان هدفه الوحيد من القصف ده ان هو يدمر سلاح الجو البريطاني علشان يمهد الطريق لغزو بحري. وفي الوقت ده كانت السماء هي ساحة الحرب الحقيقية، وكل يوم فوق سماء بريطانيا كان آلاف الطيارات بيحاربوا بعض. بس البريطانيين كان عندهم سلاح سري مش موجود عند هتلر وهو الرادار، وده خلاهم يعرفوا بالهجوم قبل ما يحصل ويقدروا يردوا عليه. وبقيادة سلاح الجو الملكي ال RAF قدروا يصدوا كل الهجمات تقريبا. وتشرشل هنا طلع وقال جملة مشهورة جدا ليه: لم يحدث في ميدان من ميادين الصراع أن دان هذا العدد الكبير بهذا الفضل الكبير لهذا العدد الصغير. ايه الجمل الصعبة دي؟ يلا مش مشكلة. المهم اللي مقصودين بالجملة ديت كان طيارين ال RAF اللي كانوا السبب في إنقاذ بلدهم، علشان بعد شهور من الحرب العنيفة دي هتلر يفشل لأول مرة، وفي أكتوبر 1940 قرر يلغي فكرة الغزو خالص. وبالمناسبة دي كانت أول معركة هتلر يخسرها في الحرب. طبعا الحرب العالمية التانية ما اتسمتش حرب عالمية علشان طرفين بيتحاربوا، لا كان في كذا طرف داخلين في الصراع، علشان في بداية 1941 تبدأ الحرب توسع أكتر، وإيطاليا حاولت تغزو اليونان لوحدها بس فشل. بس الرسام النمساوي اتدخل بنفسه وفي ظرف شهور قليلة يقدر يحتل اليونان ويوغوسلافيا. والواحد كان محتاج شاي. المهم في نفس الوقت ده هتلر قرر يبعت فرقة مدرعة على شمال أفريقيا بقيادة إرفين رومل اللي اتعرف بعد كده بثعلب الصحراء. رومل كان عبقري تكتيكي قدر يحقق انتصارات ياما ضد الإنجليز، وقدر يحاصر مدينة طبرق اللي كانت مفتاح لدخول مصر وقناة السويس. وكل اللي حصل ده كان مجرد مقدمة، لأن اللي هيحصل بعد كده أكبر من ده بمراحل كبيرة أوي. ونخش بعد كده في يوم 22 يونيو سنة 1941
هتلر هنا عمل اغبى حركه في تاريخه وفي حياته وفي تفكيره، مش عارف يعمل الحركه دي ازاي اساسا. العالم هتلر قرر يكسر التحالف بتاعه مع ستالين. هتقول لي ازاي؟ مش عارف. وبدأ بغزو الاتحاد السوفيتي علشان يبعت 3 مليون جندي ألماني، 3500 دبابة و2000 طيار. ودي يا صديقي كانت أكبر عملية عسكرية في التاريخ البشري كله. والألمان قدروا يتقدموا بسرعة مرعبة جدا واحتلوا مينسك وكييف وسمولينسك. لكن لما قربوا من موسكو كان الشتاء دخل عليهم، ودي حاجة طبعا استحالة يقدروا يحاربوها، لأن الدبابات بدأت تتجمد، حتى البنزين اللي جواها بدأ يتجمد، والجنود نفسهم بدأوا يتجمدوا. هو يا باشا كله عمال يتجمد. علشان في ديسمبر 1941 الروس يقدروا يعملوا هجوم مضاد على الألمان وخلوهم بتراجع. وهنا كانت بداية النهاية لهتلر. نسد من حرب هتلر والاتحاد السوفيتي وأوروبا ونخش على أقصى الشرق وأقصى الغرب. يوم 7 ديسمبر 1941 اليابان تنفذ هجوم مفاجئ على القاعدة الأمريكية في ميناء بيرل هاربر في هاواي. ومات في الهجوم ده أكتر من 2400 جندي أمريكي، غير السفن الكبيرة اللي اتدمرت في دقايق معدودة. علشان تاني يوم الرئيس الأمريكي روزفلت يعلن الحرب على اليابان، وبسبب ده ألمانيا وإيطاليا يعلنوا الحرب على أمريكا. وبكده رسميا العالم كله بيضرب في بعض. من أول المرحلة دي الحرب بدأت تاخد اتجاه مختلف خالص، وبدأت باللي حصل في أول سنة 1942. الألمان وقتها كانوا داخلين على ستالينجراد في الشرق، واليابانيين متقدمين في المحيط الهادي. لكن الحلفاء بدأوا يردوا في أكتر من معركة. أولهم كانت معركة ميدواي في يونيو 1942. أمريكا قدرت تدمر 4 حاملات طائرات لليابان، وده غير اتجاه الحرب في المحيط الهادئ تماما. بعدها في أكتوبر 1942 القائد البريطاني مونتجومري يقدر يواجه رومل في معركة العالمين، والنتيجة كانت هزيمة ساحقة للقوات الألمانية وانسحابهم على ليبيا. وده اللي خلى وينستون تشرشل يطلع ويقول قبل معركة العالمين ما كسبناش معركة، وبعد معركة العالمين ما خسرناش معركة. ومن أول هنا يا صديقي هبدأ أختصر في الكلام شوية، لأن أنا لو فضلت أتكلم عن كل معركة أو كل حدث حصل في الحرب العالمية التانية هحتاج لحلقة لكل حدث. وهنا هنبدأ نتكلم عن جحيم ستالينجراد. مدينة ستالينجراد كانت مجرد نقطة صغيرة على الخريطة، لكن بالنسبة لهتلر كانت مسألة كرامة. اللي هو إزاي مدينة على اسم قائد جيش العدو تكون لسه موجودة ومش قادر يغزيها. وهتلر قرر يبعت جيشه السادس المكون من نص مليون جندي علشان بس يغزو ستالينجراد. ده حتى الطيران الألماني سوى المدينة بالكامل مع الأرض، بس الروس برضه رفضوا الانسحاب، وكل بيت بقى بيحارب، وكل شارع بقى فيه معركة دايرة ما بين الروس والألمان. والقناصة السوفيت كانوا موجودين وسط الأركاد بيصطادوا الجنود الألمان واحد ورا التاني. لكن المعلم هتلر أمر قائد الجيش السادس إن هو ما ينسحبش تحت أي ظرف. بس مع دخول الشتاء الوضع اتقلب. التلج بدأ ينزل والإمدادات انقطعت عن الجنود، والجنود بدأت تموت من البرد والجوع أكتر ما بتموت من رصاص الروس. وهنا ستالين استغل الموقف وأمر بهجوم ضخم في نوفمبر 1942 وقدر يحاصر الجيش الألماني. ولما هتلر كان بيحاول يبعت طيارات بالإمدادات كان الاتحاد السوفيتي بيوقع معظمها. وفي النهاية في 2 فبراير سنة 1943 الجيش الألماني السادس يستسلم، ومعاه 190 ألف جندي من أصل 500 ألف كانوا رايحين. ودي كانت أول مرة الجيش الألماني يركع حرفيا، ومن هنا كل حاجة اتغيرت. بعد معركة ستالينجراد ومعركة العالمين قوات الحلفاء بدأوا يوجهوا أنظارهم ناحية أوروبا، وأول محطة كانت صقلية في يونيو 1943 علشان بعدها بشهور قليلة الشعب الإيطالي ينتفض والملك يؤمر باعتقال موسوليني. وفي سبتمبر 1943 إيطاليا تعلن انسحابها من الحرب واستسلام. بس أنت فاكر هتلر سكت؟ لا، دخل احتل شمال إيطاليا علشان يحولها لساحة حرب جديدة. في الشرق الجيش الأحمر ماشي زي الإعصار بعد معركة ستالينجراد، وقدروا يحرروا كورسك في أكبر معركة دبابات شهدها التاريخ كله. أكتر من 16 ألف دبابة واجهوا بعض، بس اللي خرج كسبان من المعركة دي كان الاتحاد السوفيتي. بعدها على طول الألمان بقوا في موقف دفاع على كل الجبهات بتاعتهم. وفي حين انشغال هتلر في الشرق مع الروس، الحلفاء كانوا بيجهزوا خطة سرية جدا، وكانوا بيجهزوا لعملية أوفرلورد، واختاروا سواحل نورماندي في فرنسا علشان تكون نقطة إنزال. في الحقيقة العملية ديت أخذت شهور من نقل وتجهيز المعدات لنشر معلومات غلط علشان يضللوا بها الألمان، لحد ما جه اليوم المنتظر في 6 يونيو سنة 1944. أكتر من 150 ألف جندي من أمريكا وكندا وبريطانيا بيقتحموا السواحل تحت النيران الألمانية، لكن رغم الخسائر قدروا يدخلوا فرنسا ويقتحموها واحدة واحدة لحد ما قدروا يدخلوا باريس في أغسطس 1944. وفي الشرق الروس بيقربوا من وارسو، والهزيمة بقت مسألة وقت مش أكتر. بعد ما اتحررت باريس الدنيا اتقلبت على ألمانيا، وكل جبهة كانت ألمانيا بتخسر فيها، من الشرق الروس ومن الغرب الحلفاء. لكن رغم كل ده كان هتلر رافض فكرة إن هو بيخسر،
وقاعد في مخبأ في برلين بيدي أوامر وهمية لفرق مش موجودة أساسا، وفاكر إن الأسلحة الإعجازية اللي الألمان كانوا شغالين عليها هتفرق معاه، هتكسبه الحرب. بالمناسبة هو ما كانش بيتوهم أوي، لأن فعلا الأسلحة دي لو كان إنتاجها بدأ بدري شوية كان هتلر مسماش واحتل العالم كله. ومن الأسلحة دي كانت الصواريخ الباليستية ال V1 وال V2 والطيارات النفاثة والغواصات المتقدمة. ده غير إن ألمانيا أول دولة فكرت واشتغلت على القنبلة النووية. المهم نرجع للموضوع. في ديسمبر 1944 هتلر قرر يعمل مغامرة أخيرة في معركة الإردن، ودي كانت محاولة يائسة من هتلر للهجوم على القوات الأمريكية والبريطانية في بلجيكا علشان يقدر يفصل القوتين عن بعض. وفعلا في الأول الألمان قدروا يفاجئوا قوات الحلفاء وقدروا يدمروا خطوط الإمداد بتاعتهم، لكن بعد أسابيع قليلة الطيران الأمريكي يقدر يضربهم وخسروا أكتر من 100,000 جندي. بعد المعركة دي على طول القوات الألمانية على كل الجبهات بدأت تقع واحدة ورا التانية. وفي يناير 1945 بدأت عملية ضخمة اسمها فيستولا أوردا، دخلوا فيها بولندا وحرروا وارسو علشان قوات الحلفاء تكتشف أبشع منظر في الحرب دي اللي هي معسكرات الأوشفيتس، من الجثث لأفران الغاز للملايين اللي ماتوا فيها. ولأول مرة كان العالم كله مجتمع على قرار واحد اللي هو إنهاء هتلر والنازية. والروس بقوا على بعد أقل من 100 كيلو متر عن برلين، والحلفاء من الناحية التانية عبروا نهر الراين. المدينة اتقفلت من كل الاتجاهات والحرب في برلين بقت جحيم، والألمان كانوا بيحاربوا لآخر نفس فيهم، وهتلر كان بيشوف كل حاجة بتقع قصاده علشان في 29 إبريل 1945 يقرر يتجوز حبيبته إيفا براون. وفي تاني يوم في 30 إبريل 1945 هتلر انتحر هو ومراته، والجنود بتوعه يحرقوا جثته، أو ده الكلام اللي بيه، علشان بعدها ب8 أيام بس ألمانيا تعلن استسلامها الرسمي في الحرب. بس مش عشان ألمانيا وقعت واستسلمت يبقى كده الحرب العالمية خلصت، لسه في الجنب بتاع اليابان. ولأن اليابان كانت رافضة تستسلم فأمريكا قررت تستخدم سلاح محدش شافه قبل كده. في يوم 6 أغسطس اترمى على هيروشيما أول قنبلة ذرية في تاريخ البشرية، ومات بسببها 80,000 إنسان. وبعدها ب3 أيام بس اترمى قنبلة تانية على ناجازاكي. وفي 15 أغسطس الإمبراطور الياباني هيروهيتو أعلن استسلام اليابان، والحرب انتهت رسميا في 2 سبتمبر 1945. الحرب العالمية التانية ما كانتش مجرد معركة أو كانت حرب بين طرفين أو 3 أو 4، دي حاجة غيرت شكل العالم كله مرة واحدة وللأبد، وعلمت العالم إن العلم ممكن يبني وممكن يهدم في نفس الوقت، وإن القوة لو خرجت عن السيطرة أو زادت عن اللزوم ممكن تحرق الكوكب كله. وبس كده يا صديقي وصلنا لآخر الحلقة. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، تعمل سبسكرايب وفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل جديد مني. سلام.